السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض يا جماعة القرص الطرية، القرص الفلاح الطرية. معانا 2 كيلو من الدقيق. هبدأ انخلهم الأول عشان لو فيهم أي حاجة ولا كده. نخلت الدقيق ومعايا كيس بيكنج باودر ورشة فانيليا ونص كيلو من السمنة وكيس خميرة محضراه في حبة مية سخنين قبل ما ابدأ، وكيلو من اللبن. فضيت البيكنج باودر والفانيليا والملح، والوقت حطيت السمن وهبدأ اعجنهم مع بعض. الدقيق يتغلب، السمنة تتغلب بالدقيق كده مع بعض. وبعد كده هنحط الخميرة وهنعجن فيهم شوية، وبعد كده نحط اللبن بالتدريج، واللبن دافي والسمنة برضو دافية. هنعجنهم كويس. وبعد ما نعجنهم كويس هنقوم مقطعينهم على طول في الصاج، ونسيبهم بقى في الصاج يخمروا. مش هنعملهم على طول، هنبططهم الاول وبعد كده نسيبهم حوالي نص ساعة يخمروا، وبعدين نبقى نسويهم. ما نسيبهمش يخمروا الاول وبعد كده نقطع ونرجع نسيبهم يخمروا تاني، لا هم بيخمروا مرة واحدة في الصاج على طول يخمروا، ونسوي بعدها على طول. وبعد كده مشغلة الفرن من قبلها على درجة حرارة 200 وهنسويهم. بعد كده ما طلعت اهي قرص جميلة، بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. مع الف سلامة.